كهربا كهروب المكهرب، كهربا كهرب سموحه، 2 اسيست وواحد جون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل عليا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وشاير الفيديو. خير ما نبدا به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كهربا كهرب سموحه النهارده ماتش الاهلي وسموحه 3-1 للنادي الاهلي في كاس مصر. مبدئيا كده النهائي اتاجل طبعا عشان مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في شهر فبراير. كان المفروض النهائي هيتلعب في 3 فبراير. طبعا الاهلي هيسافر عنده ماتش يوم 1 فبراير مع اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه. النهارده الاهلي بيمتع جماهيره. النهارده الاهلي وثقه كهربا في الجهاز الاهلي، المدير الفني للنادي الاهلي كان فيه ثقه كبيره لمحمود عبد المنعم كهربا، وكان كهربا قدها. محمود عبد المنعم كهربا النهارده كان اهلا للثقه دي، كان اهلي للثقه دي. كهربا النهارده بيعمل 2 اسيست وبيعمل جول. النهارده الاهلي في كذا حاجه ايجابيه. عندك محمد هاني النهارده ما شاء الله عليه مع حسين الشحات ولا اروع، الاثنين جابها بتاعتهم. يعني ربنا عوضنا بكريم فؤاد بحسين الشحات مع محمد هاني وحسين الشحات النهارده جابها ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. احمد عبد القادر مع علي معلول جابها ما شاء الله عليه، يعني ولا اروع. كهربا قدام النهارده كان بيفضي مساحات للاعبي النادي الاهلي. طبعا الاهلي كان النهارده بيمثله محمد الشناوي، رامي ربيعه، محمود متولي على اليمين، محمد هاني على الشمال، علي معلول. نص الملعب بس هو الوحيد بس اللي مش عارف هو كان بيلعب ايه النهارده، كان محمد فخري. كان بيلعب في نص الملعب ما اعرفش ب3 ولا كان بيلعب ب2 ما اعرفش. كان حمدي فتحي وديانج ومحمد فخري. المفروض بيلعب ب 4-2-3-1 ده المفروض يعني. وكان بيلعب عبد القادر وكان بيلعب حسين الشحات وكان كهربا مهاجم صريح. ياسين لو في اي حاجه في اي نوش الثوراجي بتاع ياسين. كهربا النهارده بيثبت ان صفقه للنادي الاهلي. يا ريت الكابتن محمود الخطيب يدفع فلوس كهربا ويبقى كسب فعلا صفقه جديده للنادي الاهلي. محمود عبد المنعم كهربا كان بيفضي مساحات النهارده لحسين الشحات، وكان بيفضي مساحات لاحمد عبد القادر، كان بياخد عيون المدافعين. فكنت بتلاقي على طول احمد عبد القادر رايح لوحده او 1-على-1، او حسين الشحات راح لوحده او 1-على-1. لا، كهربا النهارده مانوال اوف ذا ماتش. النهارده كهربا رجل المباراه. النهارده الاهلي بيمتع الصراحه. احنا على موعد ان شاء الله في نهائي كاس مصر مع بيراميدز. ان شاء الله الفوز يكون حالفنا باذن المولى سبحانه وتعالى بعد خساره طبعا الزمالك. طبعا في شياط دلوقتي في الزمالك، في شياط، في ناس هيجي لها جلطه النهارده ان كهربا النهارده كان نجم المباراه. كهربا النهارده كان نجم المباراه، ففي ناس هتولع النهارده، في ناس كده مش هنلاقي وراهم ليه. كهربا النهارده طبعا الحلقه كلها على كهربا، لان كهربا النهارده يعني المدير الفني راهن عليه. وانا الصراحه شفت الاستوديو التحليلي بتاع على اون تايم. معرفش ان المفروض ان في 2 محسوبين على النادي الاهلي. الكابتن وليد صلاح الدين، كابتن محمد فضل بيهاجموا كولر على ايه؟ انا ما اعرفش. راجل بيراهن، راجل بيعمل روتيشن. يا جدعان راجل بيكسب. انتوا اللي مشيتوا على فكره موسيماني ليه وعليه اللي عليه، بس انتوا اللي مشيتوه بكلامكم. حد يقدر يتكلم على الفرقه بتاع الزمالك؟ حد يقدر يتكلم؟ ابدا. بس كولر يعني نمسك كولر من دلوقتي؟ اصل روتيشن، اصل الرهان، اصل مش عارف ايه، اصل ضعيف، اصل لا النهارده وكولر بيثبت لكم ان انتوا علم. مفيش. يا ريت تسيبوا راجل شغال، ويا ريت الانتقاد ده يبقى في الحته اللي مظبوطه. فرقه الزمالك فرقه واقعه. حد يقدر ينتقد فرقه الزمالك؟ ابدا، عشان عارف السباب هيروح فين. الراجل الطيب بتاعهم تايم سبورت التاني مدحت شلبي النهارده هيطلع 3. هتقدر تتكلم على الزمالك انه كان وحش امبارح؟ هتتشتم. لا بس الاهلي نمسك كوره. امبارح ما زعتش ماتش الزمالك وبيراميدز ده الكابتن مدحت شلبي. ليه؟ عشان انت بتثني على بيراميدز، عشان في لقمه عيش حلو. السبوبه شغاله. هتطلع مع الزمالك تقول كلمه مش صح، هيطلع المستشار مرتضى منصور يديهم لك. يا ريت اللي ينتقد في الصح. انت راجل عملت حاجه حلوه تقول لي انت راجل كويس.
راجل عملت حاجه مش كويسه، في انتقاد بناء، انتقدني بس انتقاد بناء. ما يبقاش انت يعني ايه مستنير غلطه. يعني كولر النهارده لو كان اتعادل او كان خرج بضربات الجزاء ما كانش خلص. ودول محسوبين على النادي الاهلي، الكابتن وليد صلاح الدين ومحمد فضل. هاتك يا هجمه على كولر، هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه؟ انا ما اعرفش. انتوا برضو اللي مشيتوا موسيماني. سيبوا راجل شغال في حاله. راجل ما خسرش، راجل ما بيخسرش. احنا عندنا التعادل بطعم الخساره بالنسبه للنادي الاهلي، بس راجل ما خسرش، بالعكس راجل بيأدي. ماتش المصري الاهلي لعب حلو. ماتش المصري الاهلي تعادل فيه، الاهلي لعب حلو. الاهلي كان كويس فيه بس ما كانش فيه توفيق. ما كانش فيه توفيق، هو ده بس اللي كان ناقص النادي الاهلي. امال انت كنت ممكن تخلص الماتش 2 3. مش كل بقى شويه اقعد اهاجم اصل روتيشن، اصل مش عارف ايه. الراجل قال لك وش صريح، انا ما عنديش مهاجم. ما عنديش مهاجم، على الاداره توفر له مهاجم. الراجل بيلعب بالمتاح قدامه. هو ما بيقنعكش انت، دي بتاعتك انت. جماهير الاهلي مقتنعه بيه. جماهير الاهلي مشكلتها كلها مع الاداره عشان توفر مهاجم للراجل ده. الراجل ده بصمته موجوده مع النادي الاهلي. الاهلي بيضغط، الاهلي بيعرف يكسب. الراجل بيقرا الماتش. الراجل بيقرا الماتش. اما نقعد نهاجم. هو في يا عم انت بتهاجم وخلاص تقعد تهاجم الراجل؟ وعشان محمود الخطيب ما بيتكلمش او حد من النادي الاهلي بيتكلم بيقع لسانه مش طويل. طبعا شفنا صفقات الجديده النهارده، صفقات كلها مبشره الصراحه. محمد الضو ده النهارده كان عايز يعمل كل حاجه في الكوره، حاجه مبشره. يعني انت لو شفت اول كوره لمسها جري ورقص، يعني انت فاهم. يعني لو كان في واحد فاتح قدامه بس هو كان احمد عبد القادر ما اداهالوش ليه. الراجل عايز يرقص وعايز يثبت يقول انا موجود، خصوصا الماتش خلاص. الماتش رايح لانتصار النادي الاهلي. راجل شاط شوطه، راجل يعني شغال، راجل حلو بيقول انا جاي. ده لسه 19 سنه بتهيألي او 20 سنه. راجل التاني مروان عطيه دوت، لا جاي حلو، بيبص بيشوف فعلا. يعني ممكن يكون ده بديل السوليه او حمدي فتحي. راجل كويس، بيبص وبيبص كويس، عينيه حلوه. طبعا راجل الطاب ناحيه اليمين الثاني ما قدرتش اشوف قوي لان نزل اخر 5 دقائق او اخر 10 دقائق. طبعا ما ظهرش قوي. لكن محمد هاني النهارده ما شاء الله عليه. حسين الشحات ما شاء الله عليه. علي معلول مع ديانج مع حمد، كل الاهلي النهارده الله اكبر عليهم. الله اكبر عليهم. من الاهلي فوز بلعب بامتاع. الاهلي النهارده امتع جماهيره. الاهلي امتع جماهيره النهارده. ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يعمل ماتش برضه يوم السبت مع نادي الزمالك. هيلعب الزمالك واقع. الزمالك واقع ان شاء الله باذن الله. بس طبعا المباراه ملهاش مقاييس. الاحسن في الملعب هو اللي هيجيب، هو اللي هيأدي، هو اللي الاحسن في الملعب. مش محطوط تحت ضغط، مش محطوط تحت ضغط. انا كان نفسي مارسيل كولر النهارده، كان نفسي بعد كهربا الشوط الثاني كان طلع كهربا. انت بتراهن عليه، على المخزون اللي عند الراجل كهربا، ان انت الراجل جعان كوره عايز يثبت نفسه يقول انا وانا وانا وانا. خلاص عمل اللي عليه، خلاص ما تحرقوش. خلاص ما تحرقوش. خصوصا من قبل ما يطلع ضيع انفراد. لا انا كنت بقى ايه، خلاص يا كهربا انا خدت منك اللي انا عايزه، اطلعك في بدايه الشوط الثاني. مش عشان انت وحش، لا عشان احافظ عليك لماتش الزمالك. عشان احافظ حتى على المعنويات اللي عندك، يا كهربا. لا امال انت سحبت كهربا، ابقى سبت كهربا. انت لو هتشوف الانفراد تعب طبعا، نقص اللياقه طبعا. الراجل بقاله سنوي ما بيلعبش. فانت كنت خلصتها بدري وكنت طلعته بدري، لان كهربا الصراحه كان النهارده بيأدي كويس جدا. مبروك للنادي الاهلي. طبعا الهاني سليمان كهربا النهارده شخلعه الصراحه. بالاثنين اسيست اللي عملوا واحده. وكان ممكن على فكره الغله تزيد. الغله كانت هتزيد، لكن معلش يعني ايه، 3 حلو. خصوصا ان طارق العشري ماتشاته مع النادي الاهلي كلها مع قرب، كلها مش كويسه. طارق العشري ماتشاته مع النادي الاهلي كلها بيرص الناس قدام ال 18، ولو خطف جون، لو يقدر يخطف جون كان خطف جون. بس النهارده النادي الاهلي كان مصحصح الصراحه. كهربا حتى النهارده كان مصحصح في الجون اللي حطه. لا في ثقه من كهربا انه يقدر يحط الجون، لان حطها تشيل. لما حسين الشحات ترقص، ما شاء الله على حسين الشحات، رجع مع محمد طاهر مع بيرسي تاو، النادي الاهلي هيبقى ليه شكل مع المهاجم اللي الراجل هيموت ويجيبه. لا هيبقى الاهلي ليه شكل، وشكل كويس جدا.
اذا عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والله العظيم بتعب. معلش بتعب والله. شير الفيديو واعمل لي لايك، ما تضيعش مجهودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان ممكن على فكرة الغلة تزيد، الغلة كانت هتزيد، لكن معلش يعني ايه، 3 حلو. خصوصا ان طارق العشري ماتشاته مع النادي الاهلي كلها مع قرب، كلها مش كويسه. طارق العشري ماتشاته مع النادي الاهلي كلها بيرص الناس قدام ال 18، ولو خطف جون، لو يقدر يخطف جون كان خطف جون. بس النهارده النادي الاهلي كان مصحصح الصراحه. كهربا حتى النهارده كان مصحصح في الجون اللي حطه. لا، في ثقه من كهربا انه يقدر يحط الجون، لان حطها تشيل. لما حسين الشحات ترقص، ما شاء الله على حسين الشحات، رجع مع طاهر محمد طاهر مع بيرسي تاو، النادي الاهلي هيبقى ليه شكل مع المهاجم اللي الراجل هيموت ويجيبه. لا، هيبقى الاهلي ليه شكل، وشكل كويس جدا. اذا عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والله العظيم بتعب. معلش بتعب والله. شير الفيديو واعمل لي لايك، ما تضيعش مجهودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.